السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي ويا شفيع رسول الله. طبعا الجو البرد ده بيحتاج كده أكلات سهلة وسريعة عشان منقفش كتير في المطبخ، وكمان تكون أكلات لذيذة كده عشان الأولاد ياكلوها ويتدفوا كده وتعجبهم. عملنا النهارده مكرونه بالسوسيس، بس حاجه كده في قلبك، اللهم بارك، طعمها تحفه ولذيذه كده وشهيه زي ما انتم شايفين، وفي منتهى الجمال، تفتح النفس كده. كمان اكله موفره من اكلات اخر الشهر. يلا بينا نشوف عملنا ايه. اول حاجه كده هنسلق المكرونه. لسلق المكرونه ميه سخنه على النار كده بتغلي، هتحط فيها معلقتين من الزيت ومعلقه ملح، وهتنزلي كده بالمكرونه. اي مكرونه بقى انت بتحبيها، مكرونه بقى مرمريه، مكرونه من اللي هي الاسباجيتي، اي حاجه بتحبيها حطيها او المتوفر عندك. انا استعملت كده النهارده مكرونه مرمريه اللي هي الصغيره دي، انا بحبها بصراحه، بتبقى لذيذه كده وطعمه وبتبقى مناسبة مع الأكلة دي. زي ما انتوا شايفين كده سلقت المكرونة نص سلقة بس. عايزين المكرونة ما تستويش عشان المكرونة لما نحطها في الصلصة ما تعجنش مننا، نص سلقة بس. زي ما انتوا شايفين المكرونة لسه ما استوتش، احنا هنطلعها بقى كده وهنغسلها تحت المية غسلة حلوة عشان نطلع منها اي نشا، ونسيبها تتصفى كده في المصفى من اي مية. يلا بينا نشوف المكونات اللي هنعمل بيها الصلصة. زي ما انتوا شايفين كده معايا فلفلتين، الفلفل الاخضر كده متقطعين مكعبات صغيره، طماطمايه متقطعه مكعبات صغيره، معلقه كبيره من الثوم، بصلايه كده مفرومه. طبعا معايا سوسيس او الهوت دوج متقطع كده لشرايح زي ما انتوا شايفين كده، او لدواير، او قطعيه حسب ما انت عايزه، بس التقطيعه دي بتبقى حلوه قوي. حطي بقى كده 4 أو 5، حطي الكميه اللي انت عايزاها. كمان معانا الصلصه متسبكه كده ومضروبه في الخلاط، نصفي منها اي بذر عشان تكون بيوري كده زي ما انتوا شايفين. معايا بقى البهارات، كمون، بهارات سبعة، كزبرة ناشفة، فلفل اسود وملح. البهارات دي بقى بتخلي طعم المكرونة تحفة، يعني حتى لو انت مش هتحط فيها سوسيس لازم برضو تحط البهارات دي كلها، بتخلي طعمها جميل. السوسيس بقى انا بستعمل النوع ده، نوع جميل قوي، ريحته حلوه، وكمان التتبيله بتاعته كده جميله وطعم، والواحده كده بتكون كبيره وجميله. يلا بينا بقى نجهز الصلصه. في حله كده على النار سخنه هننزل كده بالزيت زي ما انتم شايفين، واول ما يسخن هننزل كده بالبصل اللي احنا فرمينه، وكمان معلقه الثوم، وهنديلهم كده تشويحه لحد كده ما يتبالوا خالص، وهنبدا ننزل بقى عليهم بالفلفل كده والطماطم. نشوح الخضار كده مع بعضه كله الاول قبل ما نضيف السوسيس. شايفين اللهم بارك، انا كنت مفرزه التوم والبصل ده، ما بيحصلهمش اي حاجه في الفريزر، بل بيبقوا حلوين قوي ما شاء الله، بيوفروا معايا وقت كده. بطلع من الفريزر على الحله كده على طول من غير ما يفك، هو بيفك كده في الزيت ما شاء الله، بيبقى الريحه حلوه قوي والطعم جميل وما بيحصلوش اي حاجه زي ما انتوا شايفين لونه كده. اول ما دبل معايا كده نزلت بقى بالفلفل والطماطم. وطبعا لو عندك فلفل الوان كده اصفر واحمر، ولو بتحب بقى الاكل يكون مشطشط كده تقدري تحط قرن شطه، بيبقى جميل قوي وبيبقى طعم. نزلت كده بالطماطم زي ما انتم شايفين والفلفل، وهندي بقى الكلام الجميل ده كله تشويحه مع بعضه كده. وهننزل بالسوسيس. على فكره تقدري تعملي تحطي بدل السوسيس ده سجق، برضو بيبقى حلو قوي، او قطع من اللحمه كده تكون مستويه، وهيبقى برضو طعمها في منتهى الجمال. نزلنا بقى بالسوسيس كده زي ما انتم شايفين، وهنديله تقليبه كده مع الخضار، بس بالراحه عشان السوسيس ما يتهراش مننا، لان انا طبعا قبل ما بقطعه لشرايح كده بنقعه في ميه سخنه عشان يفك معايا بسرعه ويتقطع معايا بسهوله. هننزل بقى بالبهارات، ملح، فلفل اسود، كمون، كزبره ناشفه، ونص معلقه من السبع بهارات، بتخلي الطعم جميل قوي. وهنقلب بقى البهارات مع الخلطة دي كده كويس. ويا جماله بقى على الريحة في الوقت ده، الريحة في الوقت ده بتكون تحفة. وطبعا يا حبايبي لو وصلتوا معايا في الفيديو لهنا وعجبك الوصفة، يا ريت ما تنسيش اللايك الجميل بتاعك، وتشتركي في القناة لو انت مش مشتركة، ولو على الفيس تعملي متابعة عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة اللي احنا بننزلها، وتعملي شير لاصحابك وحبايبك لو الفيديو عجبك. زي ما انتوا شايفين كده ضفنا البهارات، وهنقلب الكلام الجميل ده كله مع بعضه كده تقليبة حلوة. وهنضيف بقى الصلصة اللي احنا مسبكينها زي ما انتوا شايفين كده. طبعا ما تخافيش في الوقت ده، انت طالما مسبكه الطماطم مش هتاخد وقت كتير على النار، فالسوسيس هيستوى وهيبقى جميل قوي ومش هيتهرى خالص، ما تخافيش. شايفين كده اللهم بارك، ضفنا الصلصه كده على الكلام الجميل ده، وهنديله كده تقليبه مع بعضه، وهنغطي عليه هيغلي غلوتين كده، وهننزل بالمكرونه، وهيبقى معاكي اكله كده في منتهى الجمال. بجد بجد طعمها لذيذ جدا جدا.
اول بقى ما الصلصه اتسبكت كده معانا، بس لسه فيها نسبة مية كده، انا مش عايزاها تنشف قوي لان احنا مسويين المكرونة نص تسوية، فعايزينها تاخد نص التسوية التانية. وده اللي انا بقول لكم عليه، عايزين المكرونة تاخد نص سلقة بس عشان تكمل النص التاني مع الحاجات الجميلة دي، فتاخد من طعم كل حاجة. مش مجرد ان احنا نزلناها كده وقلبناها ونطفي عليها على طول، لا احنا عايزينها تاخد وتدي كده مع الكلام الجميل ده عشان تاخد نفس الطعم. ادينا للكلام الجميل ده كله تقليبه كده مع بعضه، نهدي عليه النار عشان المكرونه ما تتحرقش مننا، وبالكتير 10 دقايق هتكون معاكي جاهزه، ما تسيبيهاش اكتر من كده علشان المكرونه ما تعجنش قوي ومش هتبقى لذيذه خالص. عايزين المكرونه مفلفله كده زي ما انتم شايفين، يبقى الشكل حلو والطعم كمان لذيذ. هنا لو سيبناها زياده عن اللزوم هتعجن كده والمكرونه هتستوي زياده عن اللزوم ومش هتبقى حلوه خالص. اللهم بارك. شايفين بقى البقبقه الجميله ديت، حاجه كده تحفه. بعد 10 دقايق المكرونه معاكي بقت جاهزه كده وجميله، اللهم بارك زي ما انتم شايفين. والصلصه بتاعتها كده مظبوطه، تكون صلصتها زياده كده علشان تكون طعمه. جهزنا بقى الطبق اللي احنا هنقدم فيه وبدأنا نغرف كده المكرونه، اللهم بارك تحفه. على ضمانتي هتعجبك قوي، بس استعملي نوع سوسيس حلو كده نضيف علشان يديك الطعم اللي انت عايزاه، لان طبعا من نجاح الاكل هو ان انت تستعملي حاجات خامتها حلوه شويه تديكي نتيجه حلوه زي بتاعه بره. في الوقت ده بقى شايفين الجمال، شايفين بقى البخار الحلو ده بيجوع. بدأنا كده نغرف المكرونه، اللهم بارك، ما هياش معجنه، مفلفله كده زي ما انتم شايفين. الصوص حلو كده فيها، السوسيس اللهم بارك معانا، القطع زي ما هي ما اتهرتش ولا اي حاجه، كل حاجه مظبوطه كده على الشعره وفي منتهى الجمال. هتغرفي بقى كده المكرونه، عايزه بقى تغرفي طبق جماعي كده وتقعدوا تاكلوا كلكم مع بعضكم في لمه كده براحتك، عايزه تغرفي لكل واحد كده طبقه برضو براحتك خالص. في الاخر يعني النتيجه هتعجبهم قوي وهتبهرهم بصراحه. بكده خلاص المكرونه بقت جاهزه معانا كده زي ما انتم شايفين، وحمرنا جنبها كده شويه بطاطس محمره عشان الاولاد بيحبوها. وكده خلاص الفيديو بتاعنا النهارده يكون خلص، استنونا في فيديو جديد. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.